بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في قناة ابن الخمار. دلوقتي هنبتدي سلسلة جديدة من سلسلة حكام مصر والأزمات الاقتصادية اللي تعرض ليها المصريين على مر التاريخ. لكن حابب أبدأ إن الصورة طول عمرها ما كانتش وردية، لكن كان فيها بعض الإضاءات. عالم جليل يطلع يعمل استنارة ويعمل تنوير، وغالبا كان بيكون من أئمة الجامع الأزهر الشريف ومن بين علمائه. يقول مولانا المقريزي: يبقى الخير في مصر مترجما واضحا بالخير على أهل الحرمين في مكة والمدينة. وقال: كانت مصر تحرص طوال تاريخها على أن لا يكون بينها وبين أهلها في الحرمين أي أسوار أو حواجز، ولا يستغني عن مصر أهل البلاد في الحجاز. المشكلة بدت في مصر مع فكرة المجاعات. طبعا المجاعات الكتير اللي حصلت في مصر كانت قاسية جدا وشديدة الوطأة على الشعب المصري. بعد ما كانت مصر سلة غذاء العالم، لكن بدأ أمر يتعلق بالنيل، وغني عن القول أن النيل هو سبب رخاء مصر أو سبب موات مصر. يا نيل ما بعدك نيل. دايما علماء الفقه والشريعة حتى عبر التاريخ كانوا بيحددوا الزكاة وقيمها إذا ما فاض النيل حتى يصل إلى 16 ذراعا. طبعا حصلت شدات كتيرة. مثلا أيام ابن الإخشيد كانت في مصر حوالي 2270 قرية، وكانت هذه البلاد عامرة بالخير والنماء، لدرجة أن ابن عبد الحكم وصف مصر في كتابه فتوح مصر جنات مصر بقوله بأنها كانت بحفتي النيل من أوله إلى آخره في الجانبين جميعا بين أسوان ورشيد، خلجانها تروى من 16 ذراعا. أما المقريزي فيقول أنه بلغ من عمارة البلاد أن أحد الحكام أرسل وبية قمح إلى أسفل الأرض والصعيد فلم يجدوا أرضا يزرعها فارغة. هذا يدل على كثرة الخير. ثم يقول المقريزي: ما كانت عليه مصر عند الفتح كان الخير يصل إلى الدنيا كلها، من مشارق مصر من ناحية جرجير وفاقوس وخليج الإسكندرية كان المرء يسير مسيرة شهر كامل ولا يجد إلا الزرع والخير والنماء. لكن بعد ذلك حدث ما حدث. بداية البلاوي والمصايب في التاريخ المصري بسبب كثرة الولاة والحكام الأغبياء الدكتاتوريين الذين توالوا على مصر حسب كتاب الولاة والقضاة لمولانا الكندي، اللي قال إنه عدد الولاة اللي حكموا مصر
من تاريخ دخول الإسلام حتى نهاية عهد الأمويين تقريبا حوالي 100 حاكم، وبعد كده الفترة من أول عهد العباسيين حتى ابن طولون حوالي 78 حاكم، حتى إنه مولانا علي باشا مبارك لما جه يتكلم عن هذا الأمر قال إنه استولى المسلمون على مصر سنة 642 ميلادية، وبقت ولاية بيحكمها المسلمين أو خليفة المسلمين، لكن للأسف بسبب هؤلاء الحكام لم يراعوا قواعد الشريعة الغراء الراجعة إلى العدل والإنصاف، فأهملت التدابير وقلت الأرزاق وقل عمار البلاد، واستقل كل عامل بمنافع نفسه وحاشيته دون أن يلتفت إلى المصالح العمومية. وبدأت تقسيم البلاد منذ ذلك التاريخ تقريبا إلى إقطاعيات بين الأمراء والجند، وأصبح الفلاح ترتبط حريته بالأرض التي يعمل فيها، وصار صاحب الإقطاع هو الذي يحصل الجباية من المصريين. وبدا الشعب المصري العظيم في محنة الجباية والجلد من الحكام الظلمة حتى يحصلوا منه على الجباية التي يقررها هذا الحاكم أو ذاك، لدرجة إنه بعض المصادر اللي موجودة في وثائق محكمة دمياط القديمة بتقول إنه بقى يكمل الضرايب اللي عليه أو الجباية من اللحم الحي، يعني يجي الجابي ويقطع من المصري قطعة أو قطعتين عشان يكمل بيهم تمن الجباية. إزاي تحولت مصر من جنة في الخير والنماء إلى بلد تعج بالولاء والغباء وقلة الزروع والضروع؟ تلك الحلقات التي سنبدأ في تناولها وفقا للمصادر التاريخية الموثقة والمعروفة بين كافة المؤرخين. شكرا جزيلا لحضراتكم، وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.